ومعايا على الهاتف الآن أحمد المغير اللي صرح أمس إن ربع فيها سلاح وحق الرد مكفول في قناة الشرق، ومن حقنا نسمع هو بيقول إيه ونرد عليه. أستاذ أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد، حضرتك بتقول إن ربعة كان فيها سلاح والسلاح في بعض الخونة طلعوه قبلها بفترة بيومين، وفي حين إن محمد إبراهيم اللي هو يعني وزير الداخلية بيتحدث على إن ربعة كلها يعني السلاح اللي فيها طلع 9 يعني آلي وفردة وطبنجة و5 فرد خرطوش، في حين حضرتك كنت بتتحدث عن ان وجود سلاح يكفي انه يصد الجيش والشرطه كلها. يعني هل كل السلاح ده طلع لم يتبقى الا الحاجات البسيطه ديت؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. بدايه طبعا انا الكلام بتاعي كان واضح يا استاذ هيثم، مش عارف انت سامعني ولا لا، لان في صوت نغمشه جامد. سامعك كويس جدا. كلامي كان واضح جدا، الا ان كان في من الاعتصام، فبالتالي ما تم وجوده من سلاح هو المجموعة البسيطة اللي فضلت وكان معاها سلاح. فشيء طبيعي ان حضرتك بتقول ان مفيش سلاح اتلقى بعد كده. تمام. بتقول عليهم. وهل ده مفهوم؟ حضرتك بس اسمعك الاخر والرد. تم اخراجه من الاعتصام. تمام. وانا بدعي ان السلاح ده كان قادر على انه يعصم دماء ناس كثيرين جدا يا استاذ هيثم. انا يعني في الاطار دوت، طالما ان حضرتك اتكلمت، ومعلش انا عاوز اذكر بس حاجه، ان حضرتك كنت كاتب في منشور ان النهارده حضرتك هترد عليا وهتخرسني. تمام. في اتفضل. حضرتك كاعلامي في ان انت تتناول هذه القضيه، لان حضرتك شاهد على جزء من الاحداث، وفلان ده شاهد على جزء من الاحداث، وانا شاهد على جزء من الاحداث. فاللي كنت اتمناه من حضرتك ان ما يبقاش اخراس. تمام. ان يبقى حضرتك تسمعني وتشوف ايه وجهه نظري او انا شاهد على ايه. عشان كده حضرتك معانا النهارده يا استاذ احمد. عشان كده حضرتك معانا. ماشي حضرتك، ما انا بقول لحضرتك الموضوع ما يبقاش اخراس احمد المغير. تمام. ما يبقاش ان حضرتك بتخرس احمد المغير. تمام. يبقى حضرتك بتسمع من احمد المغير. اتفضل. وبعدين الكلام الناس تقدر تقيمه زي ما هي عاوزه. تمام. انا عاوز اقول لحضرتك ان في احد الامثله اللي حصلت، ودي انا شاهدتها بنفسي، ساعه المذبحه اللي حصلت في المنصه. حضرتك فاكر مات فيها كام واحد يا فندم؟ المنصه 120. مات فيها حوالي 200 واحد يا فندم. يعني في ارقام 120 واحد. طيب انا عاوز اقول لحضرتك واقول لك جازما، وانا شاهد على هذا الامر، ان كان في سلاح وكان في ناس مسلحين قادرين على ان هم يصدوا هذه المذبحه وان هم ينقذوا الشباب، لكن اداره الاعتصام فضلت ان يكون في 120 روح ازهقت عشان في سبيل ان الاعتصام يبان ان هو سلمي. حضرتك دلوقتي انا طبعا يعني متابع الاحتقان الشديد والكلام اللي تعدى كل انواع الادب في بعض الاحيان في رد على الكلام بتاعي اللي هو ربنا هيشهد عليه يوم القيامه. انا عاوز اقول ان اللي بيصب جام غضبه عليا يصب شويه على اللي منع الناس ان تدافع عن نفسها يا استاذ هيثم. يعني يا استاذ احمد هو النهارده لما الناس تستخدم السلاح، يعني انت النهارده يعني انت عايز الناس تحارب جيش، يعني حتى لو انت كلامك ده جدلا قلنا هو صح، ناس معاها سلاح النهارده هتحارب جيش، فكده مفيش ضحايا هيقعوا؟ هل ده منطق يا استاذ احمد؟ يا فندم الناس في سوريا بتحارب الجيش يا فندم بقالها 5 سنين وصامده ما شاء الله، وادينا شفنا فتوحات حلب الاخيره. حضرتك احنا اللي لينا الحق ولا هم؟ انا عاوز حضرتك تجاوبني، مين اللي ليه الحق في هذا الصراع؟ يا استاذ احمد احنا النهارده بنتحدث عن شهداء وقتلى، كلام حضرتك النهارده في هذا التوقيت يا استاذ احمد ان النهارده يا فندم انا بقول لحضرتك كان في سلاح يا سيدي، كان في ناس النهارده، هل السلاح ده كان بطريقه ممنهجه ولا حاجه اجتهادات من الناس ومن الافراد وطلع في الاخر؟ لازم الكلام يبقى واضح. لا يا سيدي الفاضل، السلاح ده كان المفروض ان هو يكون ممنهج، لكن للاسف الشديد لم يتم تطبيق هذه المنهجه. والله الوحيده اللي كان فيها الموضوع ممنهج لم يسقط فيها الا شهيدين من حوالي 40 شهيد. اللي هي فين يا صاحبي؟ اللي هي فين؟ النقطه اللي انا ذكرتها في طيبه مول يا فندم. تمام.
استاذ احمد يعني بس بعتذر من ان الاخبار دلوقتي على راس الساعه وليا حوار بحضرتك في وقت اخر. بشكرك شكرا جزيلا. استاذ احمد المغير كان بيقول وجهه نظره، واحنا لنا ايضا وجهه نظرنا، ان هو بيتكلم ان الكلام بصفه ممنهجه. هي فين الصفه الممنهجه ديت؟ وفين السلاح اللي بيتحدث في الاخر؟ حتى لو حدث خطا وكان في سلاح على فرض زيت في سلاح وطلع السلاح في الاخر، وزير الداخليه الملفق المجرم بيتحدث عن 15 قطعه سلاح، والكلام ده غير حقيقي والناس شافت وعينت. ولكن يبقى في الاخر الراي لحضراتكم على هذا الكلام، ولكن لا نغفل هذه الدماء وهؤلاء الشهداء.